كل سنة جديدة بتيجي ومعاها طبعا موجة الحماس والطاقة دي. بنحط أهداف كبيرة وخطط طموحة، وكلنا بنقول لنفسنا لا السنة دي هتكون مختلفة تماما. بس الحقيقة واللي كلنا بنمر بيها إن بعد كام أسبوع الحماس ده بيبدأ يختفي واحدة واحدة، وبنلاقي نفسنا رجعنا تاني لنفس العادات القديمة. السؤال بقى، ليه الدورة دي بتتكرر كل سنة؟ طيب ده بقى بيوصلنا لنقطة مهمة جدا. هل فعلا لازم نعمل خطط للسنة الجديدة؟ في ناس بتشوف إن بداية السنة دي هي مجرد عتبة معنوية، فرصة نفسية كده عشان نبدأ من جديد، والناس تانية بتشوفها مجرد تاريخ على النتيجة، مش أكتر ولا أقل. الواقع بيقول إن أغلبنا بيفشل في تحقيق قراراته، ودي مش مشكلة شخصية عند حد فينا، دي ظاهرة عالمية تقريبا. طب إيه السبب في الفجوة الكبيرة دي بين طموحاتنا وبين اللي بنحققه فعلا على أرض الواقع؟ هل المشكلة فينا إحنا ولا يمكن في الطريقة اللي بنفكر بيها أصلا؟ طيب خلينا ندخل في صلب الموضوع بقى. المشكلة غالبا مش في الهدف نفسه، لكن في الطريقة، في الأسلوب اللي بنحاول نوصل بيه للهدف. في سر بسيط لكن عميق جدا بيفصل بين اللي بينجحوا وبيكملوا وبين اللي بيستسلموا. ألبرت جراي، وده كان مسؤول تنفيذي كبير في قطاع التأمين، قضى سنين وسنين بيدور على إجابة للسؤال ده بالذات، واكتشف إن الناس الناجحة مش بالضرورة عندهم حماس أو دافع أكبر من غيرهم. لا، الموضوع أبسط من كده. هم ببساطة عودوا نفسهم يعملوا الحاجات الصعبة أو حتى المملة اللي غيرهم بيتجنبها. وهنا بقى بنوصل لقلب الموضوع كله، الانضباط الذاتي. السر مش في الموهبة أو الحظ، لكن في مهارة مكتسبة، مهارة أي حد فينا يقدر يتعلمها، وهي القدرة على إنك تعمل اللي المفروض يتعمل حتى لو مش حاسس إنك عايز تعمله في اللحظة دي. يعني التحول الجذري اللي محتاجين نعمله هو في تركيزنا. بدل ما نبص على الهدف الكبير البعيد اللي هناك في آخر السنة، محتاجين نبني النظام اليومي والعادات الصغيرة اللي هتخلينا نوصل للهدف ده بشكل شبه تلقائي. طيب إزاي نبني النظام ده؟ شوف، الموضوع زي أي بناء عظيم، لازم نبدأ بالأساس. الأساس لازم يكون قوي ومتين عشان يقدر يستحمل أي حاجة هنبنيها فوقه بعد كده. والحكاية دي بتوضحها بشكل عبقري قصة المدرب الأسطوري فينس لومباردي، واحد من أعظم مدربين كرة القدم الأمريكية في التاريخ. بيقولوا بعد خسارة فريقه دخل غرفة التدريب وهو ماسك كورة، وبص للعيبة المحترفين دول وقال لهم جملة واحدة: أيها السادة، هذه كرة قدم. وبدأ يشرح لهم الأساسيات من الصفر. لومباردي كان فاهم كويس قوي إن حتى المحترفين بيخسروا لما بينسوا الأساسيات، ونفس المبدأ ده بينطبق على حياتنا بالظبط. مستحيل نقدر نحقق أهداف معقدة وكبيرة لو الأساسيات بتاعتنا مش مظبوطة. طيب جميل، الكلام ده بيتبني إزاي بقى على أرض الواقع؟ إيه هي الأساسيات أو العادات اللي بتشكل حجر الأساس للانضباط الذاتي؟ الكتاب بيركز على 4 عادات أساسية: النوم عشان نعيد شحن الجسم والعقل، التغذية عشان ندي لنفسنا وقود نظيف، الحركة عشان نحافظ على طاقتنا وحيويتنا، واليقظة الذهنية أو التأمل عشان ندرب تركيزنا ونهدي عقلنا. ال4 دول هم الوقود اللي بيشغل مكنة الانضباط بتاعتنا كل يوم. وعشان نبدأ صح وبداية قوية، خلينا في الشرح ده نركز على أول عادتين بس، لأنهم بيمثلوا حجر الأساس اللي بيتبني عليه كل حاجة تانية. لما الجسم بيكون مرتاح ومتغذي كويس، بيبقى أسهل بكتير إننا نلتزم بالحركة والتأمل بعد كده. خلينا نبدأ بالنوم، والأرقام اللي جاية دي ممكن تكون صادمة شوية. تخيل إن لو حد بينام 6 ساعات بس في اليوم لمدة أسبوعين، أداؤه العقلي والجسدي هيكون زي أداء شخص صاحي لمدة يومين كاملين ورا بعض. المشكلة إننا مش بنلاحظ التدهور ده في أدائنا، وبنفتكر إننا كويسين وقادرين نكمل عادي. ودي بقى شوية خطوات عملية وبسيطة جدا، أي حد ممكن يبدأ فيها من النهاردة. حاجات صغيرة زي دي بتعمل فرق ضخم في جودة النوم، وبالتالي في مستوى طاقتنا وانضباطنا تاني يوم. طيب نروح للعادة التانية، التغذية. الموضوع على فكرة أبسط بكتير من أنظمة الدايت المعقدة اللي بنسمع عنها. الفكرة الأساسية هي إننا ندخل لجسمنا أكل فيه قيمة غذائية عالية، ونتجنب الأكل الفارغ اللي كله سعرات ومن غير فوائد. فكر في جسمك كأنه عربية سباق، هل هتحط لها بنزين نظيف ولا بنزين مغشوش؟ وهنا بقى في نقطة جوهرية مهمة جدا جدا. بلاش نحاول نغير نظام أكلنا كل مرة واحدة، ده بيسبب إرهاق وبيخلينا نرجع لعاداتنا القديمة بسرعة. الأفضل إننا نختار تغيير بسيط واحد كل أسبوع، زي مثلا نضيف طبق سلطة مع الغداء، أو نوقف سكر في الشاي. التغييرات الصغيرة دي هي اللي بتستمر وبتكمل معانا. تمام كده، بعد ما ظبطنا وقود الجسم والعقل من خلال العادات الصحية، نقدر بقى نبدأ عملية التخطيط نفسها، بس بوضوح وطاقة. لكن التخطيط الفعال مش بيبدأ بسؤال أنا عايز إيه، لا، ده بيبدأ بسؤال أنا فين دلوقتي. موقع كل قائد بيقترح 9 أسئلة ضرورية للمراجعة الذاتية والتخطيط. الأسئلة دي بتساعدنا نفهم الماضي بتاعنا كويس
عشان نقدر نبني المستقبل اللي احنا عايزينه. من غير وقفالة التأمل والمراجعة دي بنكون عاملين زي اللي بيجري في سباق من غير ما يعرف أصلاً خط النهاية فين. الأسئلة دي بتدينا الوضوح اللي محتاجينه عشان نوجه طاقتنا في المكان الصح. وده يمكن يكون أقوى سؤال فيهم كلهم. ساعات كتير أكبر مكسب ممكن نحققه مش بيجي من حاجة جديدة بنعملها، لكن من حاجة سلبية بنوقفها. ممكن تكون عادة بتضيع وقتنا، علاقة سامة، أو حتى طريقة تفكير سلبية. وبعد ما حددنا إيه اللي هيتشال، طبيعي نسأل طب إيه اللي هيتحط مكانه؟ إيه هي العادة الإيجابية الجديدة أو المشروع اللي لو بدأنا فيه هيعمل تأثير كبير على المدى الطويل؟ السؤال ده مهم قوي لأنه بيخلينا نبص على نجاحاتنا اللي فاتت مهما كانت صغيرة. النجاح بيولد نجاح. لما بنحدد نقطة قوة أو إنجاز سابق بنقدر نستخدمه كقاعدة ننطلق منها لتحقيق نجاح أكبر بكتير. يعني الخلاصة من كل الكلام ده إيه؟ إننا محتاجين نغير طريقة تفكيرنا. بدل ما نعتمد على الحماس اللي بيجي ويروح ده، لازم نركز على بناء نظام من العادات الصغيرة المستمرة اللي بتضمن لنا التقدم بغض النظر عن حالتنا المزاجية عاملة إزاي. وهسيبكم على السؤال الأخير ده عشان تفكروا فيه كويس. إيه هي العادة المحورية اللي لو تم التركيز عليها تأثيرها هينتشر لباقي جوانب الحياة بشكل إيجابي؟ يمكن تكون النوم بدري أو ممارسة رياضة أو القراءة. كل واحد فينا عنده عادة مختلفة. ابدأوا بالعادة